السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة معانا ترمس العيد. ادي معايا ده كيلو من الترمس، وطبعا الترمس ده ممكن يكون ترمس وحمص زي ما احنا عايزين، وممكن يبقى ترمس وحمص وفول زي برضو ما احنا احنا بنحب ناكل ايه في العيد. تمام كده. ادي ده معايا كيلو من الترمس المسلوق، وطبعا قبل ما تسلقيه للتسوية المظبوطة بتاعته ان انتي تنقعيه قبلها بيوم عشان خاطر ما ياخدش سوا كتير على النار. تمام كده. ودلوقتي انا بعد ما سلقته وشطفته من الميه اللي انا كنت سلقاه فيها، دلوقتي حطيت عليه ميه جديده من الحنفيه. تمام كده. الميه دي اللي هي بتغطيه بشويه صغيرين زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي انا مجهزه معايا الطبق الحلو ده عباره عن ايه: معلقتين كبار من الملح الابيض، وثلاث ليمونات، ومعلقه صغيره من الملح بشطه بكمون. وممكن لو ما عندناش ملح بشطه بكمون ممكن نحط معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الشطه لو نحب، ولو مش بنحب الشطه ممكن نحط الكمون بس، بيبقى طعمه خطير. دلوقتي هنعصر الليمون ونحط الملح والكمون بتاعنا. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما نزلنا كل المكونات بتاعتنا وقلبناها كويس قوي مع بعض، ازاي بقى احفظ الترمس بتاعي لفتره طويله حتى لو قعد بعد العيد لمده شهر حتى؟ هعمل فيه ايه ان هو يفضل زي ما هو كده، شكله حلو وطعمه حلو وفريش كده، ما يغيرش لون او يعمل ريمه على الوش؟ ازاي احفظه؟ يلا بينا نشوف مع بعض. وادي دلوقتي انا حطيت الترمس بتاعي كله في بطرمان زي ما انتوا شايفين كده. انتي ممكن تحطيه في بطرمان او في علبة تلاجة، في اي حاجة بس تكون ليها غطا محكم. تمام كده. ودلوقتي انا هحط البطرمان في التلاجة، بس طالما انا لسه محيقاه يبقى المفروض يقعد 5 ساعات بره التلاجة عشان يشرب الملح بتاعه كويس قوي، وبعدين نبقى ندخله التلاجة ونقفل عليه. طب ازاي احافظ عليه ويفضل المية بتاعته نظيفة وحلوة زي ما عملناه في اول حاجة؟ لازم تستخدمي، يا اما انا بستخدم الصفاية البلاستيك دي، وما ينفعش اللي هي الالمونيا لانها بتصدي، فبستخدم الصفاية دي عشان اطلع بيها. بس الصفاية دي كل مرة اكون بطلع فيها الترمس لازم تكون ناشفة ونظيفة، ما ينفعش تكون ايديكي حتى كمان تكون مبلولة، يعني زيها زي الصلصة او المخلل. لو تعرض لمية خارجية او ايديكي مبلولة او حاجة هتلاقيه بغير طعم وغير لون، وهتلاقيه باظ بسرعة. تمام كده. ودلوقتي هنقفل عليه نسيبه 5 ساعات بره التلاجة، وبعدين نحطه في التلاجة. وبألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.